السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى يا رب تكونوا بألف خير. زي ما انتوا شايفين كده عملت لكم اكتر من 5 لتر صابون، وتقدروا تخففوه زي ما انتوا عايزين بصابونتين او بصابونة واحدة من اللي عندكم. اللي بنعمله برضو الصابون انا عامله لكم يعني كلها توفير في توفير، مش هتشتري حاجة من بره ابدا. يعني الخامات بتاعه الصابون ده هتلاقيها موجودة عندك في البيت. لو كنتي عاملة صابون زي اللي انا وريتهولك، بصي الصابون سمكه بصوا عامل ازاي، تقيل ازاي بجد، يعني حلو قوي. انا خلي بالكم انا بعمله على طول، مش اول مره اعمله، بس حبيت ان انا اقول لكم انا بعمل ايه. يعني الخامات بتاعه الصابون دي موجوده عندي. انا عملت طبعا الصابون القطع بالزيت المستخدم. يعني في الاول والاخر مش هتشتروا حاجه من بره، كلها بحاجات بنرميها اصلا مش بنستخدمها، وهنوفر احلى توفير. عشان اوريلكم الصابون بتاعي انا حطيت شويه وحطيت شويه ميه كده علشان اوريلكم رغوه الصابون ده عامله ازاي وازاي. وعايزه اقول لكم ان هو بينظف جدا 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 وبيلمع. وعايزه اقول لكم ان هو في الالومنيوم كمان حلو قوي، لان الصابون القطع ده زي ما انتوا عارفين بيلمع الالومنيا. بصوا الرغوه بتاعته عامله ازاي، هيوفر عليكي كتير. انتوا عارفين الصابون دلوقتي بره بمبلغ وقدره، يعني لتر الصابون دلوقتي بيعدي 8 و9 جنيه وفي 10 كمان. بصوا رغوة الصابون كثيف ازاي، يعني شوية بس ممكن تغسلوا مواعين كتير قوي. ده كمان انا لسه عاملاه حالا، يعني ما تقلش. لما يتقل شوية كمان هتحبوا تخففوه، مفيش مشكلة، عايزين تخففوه. وكل ما بتسيبوه شوية كل ما بيتقل اكتر، وحابين تخففوه خففوه. انا ما بحبش اخففه، انا بزيده بس شوية مية كده على الحوض وانا بغسل المواعين وبغسل بيه كل المواعين. تعالوا معايا نشوف الخامات بتاعتي وانا عملته ازاي. بصوا اول حاجه كده انا عندي هنا صابونتين من الصابون الصلب اللي انا عملته القطع من الزيت القديم. لو ما شفتوش الفيديو انا هسيبه لكم في صندوق الوصف، او ادخلوا كده تجولوا في القناه هتلاقوه موجود عندي. الصابون ده انا ما بقطعهوش عندي من البيت خالص، بالزيت اللي بيترمي ملوش اي لازمه عندي. انا بعمل منه الصابون ده، ممكن تستخدموه على طول، ده للالومنيوم رغوته حلوه. وطبعا شوفوا الفيديو شوفوا انا عملته ازاي بصابونتين بس من دول، وهنعمل اكتر من 5 لتر صابون سايل بقى لكل المواعين اللي عندي. هستخدمه رغوته كثيفه، ريحته حلوه جدا جدا بدون اي اضافات، علشان تعملوه مش هتحتاجوا اي اضافات من بره. بصوا الصابونتين دول اول حاجه هعملها طبعا بالمبشره بتاعتي. انا عندي بصوا الحاجات دي انا بستخدمها للصابون، عندي دي مبشره وعندي برضو المضرب السلك ده. هبشرهم كلهم واوريه لكم عشان طبعا ما اطولش عليكم الفيديو. بصوا انا بشرته رفيع ازاي، عايزه اقول لكم كل ما تبشروه رفيع او ناعم كده كل ما هيدوب معانا اكتر. دي كده صابونتين، عايزين تضاعفوا الكميه زودوا صابون اكتر من كده، الكميه هتتضاعف. حابين الكميه دي مفيش مشكله. انا ما بحبش ازود بصراحه الكميه، الصابون عندي وكل حاجه عندي وما بياخدش اي وقت خالص، فبعمله وانا واقفه كده. انا معايا هنا لتر من الميه المغليه. مهم تكون ميه مغليه. الميه المغليه ليه؟ علشان تدوب لي كل الصابون بتاعي. الميه لو ميه بارده هتلاقوا ان الصابون بياخد وقت قوي قوي على بال ما يدوب، انما الميه المغليه بتدوبه بسرعه جدا. طبعا انا هدوبه كده لغايه ما اتاكد ان كل الصابون بتاعي داب، علشان نكمل الخطوات بتاعتنا. عايزه اقول لكم ان انا ما اشتريتش اي حاجه من بره زي ما قلت لكم كده، يعني مش اقل من 10 دقايق يا ربي وانا واقفه كده انا بعمل الصابون ده، وبسيبه تاني يوم بحطه في ازايز كده وبستخدمه تقريبا بيقعد معايا شهرين مثلا، فما بدفعش فيه اي مليم. تخيلوا لما يبقى معايا مثلا 5 لتر من الصابون ما بدفعش فيهم ولا مليم. انا عندي الخامات بتاعتهم، وكمان الخامات بتاعتهم انا ما اشتريتهاش ده انا عملتها من حاجه بنرميها، اللي هو الزيت القديم المستخدم ده اللي بترموه دلوقتي بقى بيتباع، يعني يا ريت ما حدش يبيعه. اعملوا
تعملوا منه صابون وكلها اعادة تدوير. بصوا لما فضلت اقلب فيه كتير، بصوا كده اتأكدت ان كل الصابون بتاعي داب، فكل ما يدوب اكتر كل ما هيبقى افضل. خلاص انا كده دوبته. طيب هعمل ايه؟ بصوا كمان، بصوا الكثافة بتاعت الصابون بتاعي بقت عاملة ازاي. انا هحط عليه كمان لتر من الصابون، من الميه، لتر من الميه على الصابون بتاعي اللي داب ده. انا هدوبه كويس قوي كده. احنا حطينا 2 لتر من الصابون، وهفضل اقلب كده. وخدوا بالكم كل ما بتقلبوا، بالذات المنظفات والصابون والحاجات دي، كل ما بتقلبوا فيه بتحتاج تقليب، كل ما تقلبوا فيها كل ما تلاقوا كثافة وتلاقوها تقيلة، فما تستعجلوش. لا، وكمان لما بتسيبوه لتاني يوم بتلاقوه تقل قوي. فزي ما انتوا شايفين كده انا بقلب علشان كل المكونات تندمج كده مع بعضها. كده انا حطيت لتر ميه مغليه، حطيت لتر ميه ساقعه، وهفضل اقلب فيها. وخدوا بالكم كل ما بقلب كل ما هتتقل، يعني ما تقولوش ان هي خفيفه، لا بتتقل معايا طبعا. زي ما انتوا شايفين دي كده خفيفه، بس هتتقل كمان شويه. عايزه اقول لكم ان حاجه ممتعه جدا لما تعملي حاجتك في بيتك كده، بتبقي مبسوطه قوي، ما دفعتيش فيها حاجه ونتيجتها بتبقى هايله. هحط عليها ايه هنا بقى؟ انا عندي لتر من انا عندي بجيب العبوات الكبيره دي، بس بصراحه النوع ده حلو قوي قوي، بجيبه من شركه. بصوا هقول لكم ريحه ولون ورغوه، حاجه في منتهى الجمال. انتي الصابون اللي يريحك اشتغلي بيه او حطيه. بصوا انا هنا في الصابون ده ما احتاجتش اي لون، اداني اللون واداني الرغوه تمام، واداني الريحه، 3 حاجات اداهالي في الصابون، فانا مش محتاجه اكتر من كده. زي ما انتوا شايفين كده انا حطيت كده لتر من الصابون السائل وهقلب. بصوا كمان السمك برضو كل ما بقلب كل ما هيتقل معايا. خلاص وهفضل اقلب برضو زي ما انتوا شايفين كده. وزي ما قلت لكم المنظفات دي بتحتاج تقليب علشان تديلكم نتيجة كويسة ورغوة كويسة. حتى بتوع المنظفات كمان هم بيعملوا كده، بيعملوا في البراميل الحاجة قبلها بيوم ويسيبوها، وكل ما بيسيبوها كل ما بتتقل. بصوا الخطوة دي بقى مهمة جدا جدا في الصابون، لان هي دي اللي بتقلها لي اكتر. عندي هنا لتر من المية، وهحط عليهم 2 معلقة كبار من الملح اللي احنا بنحطه على الاكل العادي جدا ده. خلاص انا هدوبه اللتر دوت في المية وهضيفه. حابين كفاية كده الكمية، انتوا كده يبقى حطيتوا معاكم 4 لتر صابون خام، وهتشوفوا درجة التخانة بتاعته قد ايه او التقل بتاعه ازاي. طبعا حابين تخففوه خففوه، مش حابين خلوه زي ما هو، ولما تيجوا تغسلوا ابقوا خففوه. اهو زي ما انتوا شايفين انا هقلب وهنزل بالميه بتاعتي دي شويه بشويه كده، وبعدين هقلبهم. انتوا نفسكم هتحسوا ان الصابون تقل، يعني بصوا انا وبقلب كده هتشوفوا كده الصابون بتاعي تقل ازاي. شايفين؟ بصوا وكل ما تقلبوا كمان كل ما الصابون هيتقل اكتر واكتر، وهتبصوا هتلاقوا نفسكم يعني مش عارفين تقلبوا كمان من التقاله. طبعا انا هزوده كمان لتر لان لقيته تقيل جدا جدا وانا وبقلب فيه كده. بصوا تقله عامل ازاي، الرغوه بتاعته كمان رهيبه، حلوه قوي قوي قوي. يعني كده احنا حاطين 4 لتر وتقيل جدا جدا زي ما انتوا شايفين. خلاص حابين تخلوه زي ما هو كده وتستخدموه مفيش مشكله، مش حابين طبعا هتزودوه ميه. انا عايزه اقول لكم ان انا ما حطيتش اي اضافات، لان الصابون اللي انا حطيته زي ما قلت لكم في لون وفي ريحته جميله جدا، كمان ريحته بالليمون، وليه يعني في كل المكونات اللي انا هجيبها من بره. انتوا لقيتوا لونه مختلف شويه حطوا له 2 نقطتين كده من اللون الاصفر، واللون ده بيتحكم في الصابون اللي انت بتحطيه عليه، في اضافه الصابون اللي انت بتحطيه عليه، خدي بالك. خلاص شوفوا انا كده حطيت 5 لتر من الصابون. بصوا صابون ومركز وتقيل زي الفل زي ما انتوا شايفين كده، حلو قوي. رغوته هوريها لكم دلوقتي او شفتوها في اول الفيديو، في منتهى الجمال. بتحطيه بقى في ازايز وتستخدميه، وريحه عايزين تحطوا بقى فيه عليه اضافات جليسرين ممكن تحطوا، انا ما بحبش مفضلش الاضافات، بيبقى زي ما هو كده. وكده كده احنا بنجيب الصابون من بره فما نعرفش حاطين جليسرين ولا لا، بس انت حابه تحطي اضافات مفيش اي مشكله. حابه تزوديه لو لقيتيه تقيل
تمام. مش حابه تزوديه خلاص. انا بصراحه لقيته تقيل جدا فرحت مزوداه كمان شويه ميه زي ما انتم شايفين، وبرده تقيل. يعني عايزه اقول لكم ان بجد بجد يعني الوصفه تحفه. ف زي ما انا معوداكم بحب اعمل كل حاجه في بيتي، ما بحبش ان انا اتكلف حاجه من بره، او لو في مقدرتي ان انا اجيب حاجه او ان انا اوفر على نفسي وعلى بيتي حاجه اكيد بعملها. بصوا تقالة الصابون عامله ازاي في منتهى الجمال، رغوته تحفه تحفه مش قادره اوصف لكم. هاخد حبة كمان اهو وهوريلكم الرغوة بتاعته وكمية كثافة الرغوة بتاعته عاملة ازاي. بصوا يعني انا عملت كده يعتبر اكتر من 5 لتر صابون سايل من الهوا، يعني ببلاش من غير ولا مليم. زي ما انتم شايفين انا ما جبتش حاجه من بره، ما اشتريتش اي مكون من بره، كله موجود في البيت من غير اي حاجه. وعايزين تحطوا ليمون مفيش مشكله، لو عندكم ليمون اعصروا كام ليمونه كده اضربوهم في الخلاط وحطوهم، برضو بيدي لمعان وبيدي ريحه للصابون. بصوا زي ما انتم شايفين كده، بصوا رغوة الصابون عاملة ازاي. وكل ما بتعملي فيه كده كل ما يعني تعملي الليفة كده، دي الليفة بتاعتي. بصوا كل ما بعمل فيها بصوا حاجة كده والله يعني كفاية انبساطنا كده واحنا عاملين حاجة لبيتنا وحاجة بنوفر بيها وحاجة ما كلفتناش حاجة. الست البيت الشاطرة بتعمل في بيتها كل حاجة، ما بتشتريش حاجة من بره. الوصفة سهلة، الوصفة بسيطة جدا، ما خدتش مني اي حاجة. عملنا اكتر من 5 لتر صابون ببلاش من غير ولا مليم، كثافة ورغوة زي ما انتم شايفين. يا رب اكون بفيدكم، ويا ريت اللي ما دخلش قناتي عايزاه يدخل كده ويلف لفة كده ويشوفها، ويا رب تعجبكم. واذا عجبتكم ما تنسونيش لايك واشتراك وتفعيل جرس علشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.